قد ما نحكي لكم البنة والقرمشة تاع بوراك العجين الجزائري مانيش رايحة نوفي حقه. هذه الوصفة تاع اليوم راح تكون بالسميد على طريقة العاصمية. ما تنساوش ديروا لها حفظ لهذه الوصفة، راح تحتاجوها في رمضان، راهو على الابواب ان شاء الله. في ان ريسيبيون راح نحطو 3 كيلات نتاع سميد رطب، نزيدو عليه كيلة غير ربع نتاع خليط بين سمن بارد دايب وبارد والزيت. راح نديرو نص تاع السمن والربع الاخر نكملوه زيت. نديرو ملعقه تاع الملح ونبسو هذاك السميد تاعنا مليح مليح كيما نبسو المقروط. في الاخير راح نضيفو الماء بشويه وندلكو حتى تحصلوا العجينه طريه رطبه لكن تكون متماسكه، ما تكونش تتلاصق في بعضها. نغطوها ونخلوها ترتاح نصف ساعه. من بعد نجيبو العجين تاعنا نحلوها ان غون ريكتانغل ونديرو ملعقه كبيره نتاع الزبده طريه ولا نتاع السمن بهذا الشكل، ونديرو ان بودان هكذايا، ونعاودو نحلو لو بودان تاعنا ونزيدو نعاودو نديرو ان اوتر بودان، يعني نعاودو نروليوها في لوتر سونس. انا هنا قسمتها على زوج لخاطر كانت طويله بزاف. نخلوها ترتاح نص ساعه. من بعد نجو نقسموا العجينه تاعنا ا بليزيور باتون بهذا الشكل، نديرو لا فارس ونغلقو مليح مليح باش ما يتحلناش. سي تري امبورطون، لازم تغلقوهم مليح. من بعد تقدروا تقلوهم في الزيت سخونه كيما تقدروا طيبوهم في الاير فراير كيما تقدروا ديرهم دون ان فور. الحاجه المليحه سيك بثلاث الطرق راح يجيكم بنين محمر مليح مقرمش ويحافظ على لو كوتي كروستيون تاعو مده طويله. هذه الوصفه بزاف هايله، احتفظوا بها، راح تحتاجوها في رمضان. وقولوا لي اذا عجبتكم ولا راكم حابين تشوفوا وصفه البوراك العجين نتاع الفارينه. ما عليكم غير تخليوا لي تعليقاتكم والمره الجايه نحطها لكم ان شاء الله. جيسبر تكون عجبتكم. نقول لكم على بروش ان شاء الله.